يا أهل السعيدة احلموا وانشروا الأحلام، أرض السعيدة بالمحبة والسلام تزدان. يا أهل السعيدة احلموا وانشروا الأحلام، أرض السعيدة بالمحبة والسلام تزدان. يا صاحبي مالك ما بيتعب حالك، قرشك مع ريالك ما يصنع دارك، مفوت لو جالك سعدك وزاد فالك، يمكن يزيدك مال والعز يهنالك، بس انتبه يا ذاك تغتر بايامك، هذا الزمن دوار ما تضمن احوالك، ما تضمن احوالك. هل يستاح العلم هو مصدر إلهامك، وعيك وأخلاقك توج بها أعمالك، اغرس طموح وقيم، اهتم بأطفالك، وازرع بذور الحب بأهلك وجيرانك، خلي ضميرك حي، ارقى بإنسانك، ارقى بإنسانك. ركز قليل وافهم ما مقصدي حالك، في داخلك مارد حقق بها أحلامك، أهل السعيدة فيك ترقى بها أفعالك، خليك ذكي واختار الأرض أبقالك، وانشر حمام السلم تسمو بأوطانك، وانشر حمام السلم تسمو بأوطانك. يا سعيد يا سعيد، مش شوف البيت؟ ليش بترموا القمام إلا الشارع هكذا؟ حسبي الله فيكم. ليش ترجموا القمامة هنا يا قلنا لا حد يرمي القمامة هنا يا جن، عب عليكم استحوا على نفسكم. يا مبخوث مبخوث يا مبخوث، شبيك لبيك مبخوت بين يديك، سر نظف القمامة الذي في الشارع. بغرجنا ما هو عب عليك مشو مستوى يا عم نازح؟ عايش من المستوى، سر نظف القمامة على الأقل نستفيد منك ونلقى لك فايدة. مشو أنا الذي رجمته؟ أنا داري، بس القمامة لو ما تتجمع هكذا تبدأ الأمراض تتفشى وتنتشر، ومنظر سيء ومزعج ورائحة كريهة، ولو كل واحد قال مشو علي عاد تغرق الحارب بالقمامة. بس المفروض نتعاون كلنا، نبادر احنا وهم عيوا يساعدوك أكيد. أقنعتني. تحرك. آخر الزمان، أنا مبخوت ابن مسحوت أنظف القمامة. يا زمن. يا جماعة
يا جماعة نتشي نتساعد وننظف القمامة، ولو سمحتوا لحد يرمي القمامة هنا مرة ثانية، ورجاء انتظروا سيارة القمامة لو ما تيجي. اخذ هذا معك يا ولد. هيا طيب هذا معك. وهذا ايش هذا؟ وهذا يا عم ناصر. أشتيكم اليوم يا حبايبي تساعدوني نغسل البيت وننظفه، وكل واحد يرتب سريره وألعابه وكتبه علشان بيتنا يقع في غاية الجمال والحلاء. نشتي أبوكم يجي والبيت زي الوردة. بس أنا ألعاب، أنت ما بتشبعش من اللعب. ما بتشبعوش نقار، العبوا بعد ما تكملوا ترتبوا وتنظفوا غرفتكم. تعب يا ماما، وعندنا أول كل خطوة يوم نظافة في المدرسة، ونشتي نزين الفصول، والفصل الذي حيكون نظيف ومرتب حيفوز ويكرمه. أكيد حنفوز إحنا، أصلا البنات نظيفات ومرتبات. حتشوفي فصلنا اللي حيفوز. أول حاجة تحركوا الآن ونظفوا ورتبوا غرفتكم، وبعدها نبصر من حيفوز، أنا ولا أنتم؟ اتحركوا. هيا ما بتعمل يا مبخوت. أبادر. كيف تبادر؟ وليش كتشمك هكذا قد بتقوم القتر منك؟ ما بلا تكون تتنظف وتهتم بنظافتك الشخصية. النظافة من الإيمان. كل عمي ناصح. وإيش دخل عمي ناصح في نظافتك الشخصية؟ أوعد عليه يحممك. اتفضل بادر. يا رضية كده الناس مستهترين بالنظافة، كل واحد يرمي كيس القمامة ولا وسط الشارع، كده الذباب والقذارف في كل مكان. ما احنا والله ما بنرجم حاجة. أيوة انتبهوا ترموا القمامة في الشارع إلا عندما تجي سيارة القمامة، علشان ما تتجمع القمامة في الشارع، وعلى الأقل نساعد عمال النظافة بدل ما يلقوها منعوث ملان الحارة. ولا يهمك من غير ما تقول لي، النظافة من الإيمان. اقضب اخرج الشط والحمام. لو ما كملت نظف ويجري هذا الشم. اقضب لك ساعة قد عضفاح. يجب أن نعرف أهمية النظافة والاهتمام بها في حياتنا وغرسها في أطفالنا، فبالنظافة نحمي ونعزز من صحتنا، ونبعد عنا الأمراض المختلفة التي تسببها البكتيريا والجراثيم والفيروسات. والنظافة تعد واجب شخصي وقومي، فعلى الصعيد الشخصي يجب على كل واحد منا أن يحافظ على نظافة بيته ومكان عمله والمدرسة والشارع، وأن يتعاون مع جيرانه، وأن لا يعتمد على عمال النظافة فقط، وإنما يجب ملابسكم المساهمة مغسلة نظيفة داخل الدولاب. رتبوا الشنط حق المدرسة. حاضر يا ماما. يلا ادخلوا ناموا ولا تتأخروا، معاكم مدرسة بدري. حاضر يا ماما. تصبحوا على خير يا بابا، هندخل ننام. وانتم من أهلي يا حبايبي، لا تنسوا ما تنظفوا أسنانكم قبل ما تدخلوا تناموا. قد نظفنا أسناننا بالفرشة والمعجون. تصبحوا على خير. أمس تابعت الدكتور أمين في التلفزيون. يا أخي ضروري إن احنا نكون قدوة في النظافة ونوعي الناس في الحارب بأهميتها. قد أقول يوم العاقل وشرطي من القسم وقالوا اللي ماشي نظفش قدام بيته أو شرقوم القمامة بالشارع شيدفع غرامة وشيحتبس. توعية سريعة المفعول. سوا ما لها إلا هكذا. أيوة هكذا رضي عليكم نشي مدينتنا وشوارعنا تكون أنظف مكان في تعبر عنا وعن هويتنا وعن ثقافتنا وعن الغرامة المالية.
ناس حق صميم، ماذا الحين دوركم؟ بادروا. يا صابورة مشيك ولا حاجة، خلوك على الحنفية بتشيل. تسلية، متعة بلا حدود.